تخيل معايا طوموبيل ربحت لقب أحسن طوموبيل في المغرب العام 2026. غلبات داسيا بيكستير، غلبات الكوبرا تيرامار، غلبات الكيا اف في 3، غلبات حتى الفورد تيريتوري، ومع ذلك حتى واحد ما كيشريها. واش هاد الطوموبيل هي اللي عيانة؟ واش المستورد هو اللي مقصر؟ ولا المغاربة هما اللي مازال ما فهموش شنو عندهم شنو قدامهم؟ اليوم غادي نحلو ليك اللينكاندكو من السقف البانورامي حتى للبطارية، وغادي نقولوا لك الحقيقة اللي ما كيبغي حتى واحد يقولها لك، العيوب ديالها بالتفصيل. بقى معايا حتى الاخر حيت الجواب غادي يفاجئك. وقبل ما نهضروا على هاد الطوموبيل خاصك تفهم وتعرف شكون هي هاد الماركه، حيت هنا فين كاينه اول مفاجاه. لينكاندكو ماشي ماركه صينيه خالصه كيف ما كيظنوا بزاف ديال الناس، هي ماركه تاسست في 2016 كمشروع مشترك بين جيلي الصينيه وفولفو السويديه. المقر الرئيسي ديالها في مدينه غوتنبورغ في السويد، والتصميم اوروبي. التصنيع هو الوحيد اللي تيكون في الصين. وتجيلي الا ما كنتيش عارف هي المجموعه اللي مالكه فولفو وبوليستار ولوتيوس وزيكر وحتى النصف سمارت. يعني هاد الطوموبيل مبنيه على منصه سيما، نفس العائله التقنيه اللي كتخدم بها فولفو. ودابا نديروا واحد الوقفه عند الارقام، حيت الارقام ما كتكذبش. لينكاندكو باعت في العالم اكثر من 1,760,000 الف طوموبيل منذ انطلاقتها. في 2025 بوحدها باعت تقريبا 350,000 وحده، بزياده 23% على 2024، وهي حاضره في اكثر من 30 دوله من اوروبا حتى الشرق الاوسط وامريكا اللاتينيه. في بدايه 2025 زيكر الفرع الفاخر ديال جيلي شرات 51% من لينكاندكو باش يديروها في مجموعه تكنولوجيه وحده. يعني راه ماشي شي ماركه خرجت البارح من الكراج، هذه ماركه عندها 10 سنين وعندها ظهر قوي. وفي المغرب لينكاندكو دخلات في شتنبر 2025، يعني جايه شي 9 شهور دابا. اللي كيستوردها هي شركه إلكا اوتوموتيف اللي تابعه للهولدينغ أوكا. وهذه النقطه مهمه، هذا الهولدينغ هو نفسه اللي كيستورد فولفو في المغرب عبر سكوندينافيان اوتو. يعني المستورد ماشي جديد في الميدان، عنده خبره مع ماركه بريميوم سويديه من نفس المجموعه. ولا غام اللي دخلت للمغرب هي 01 06 و 08، واسعار كتبدا من حوالي 259 الف درهم 06. والنجمه اليوم ديال هاد لي غام هي اللي غادي نهضروا عليها اليوم، لينكاندكو 08 بثمن كينطلق من 399 الف درهم. اجي نشوفوا دابا كيفاش ربحات هاد السياره لقب احسن طوموبيل في المغرب. دابا نجيو للقنبله. نهار 28 يناير 2026 في المتحف ديال الطوموبيلات في كازا، جمعيه مستوردي السيارات بالمغرب افيام اعلنت ان الفائز بلقب كار اوف دوير موروكو 2026 هي لينكاندكو 08 ب 596 نقطه. وشكون غلبات؟ سمع مزيان، جات في المرتبه الثانيه سو ايست الاس 06 ب 557 نقطه. كوبرا تيرامار هي الثالثه ب 529، من وراهم كيا اف في 3 ب 518 نقطه. داسيا بيكستر اللي ديما تنحضروها ب 503 نقاط. رونو 5 الكهربائيه ب 497، وفي اخر الترتيب فورد تيريتوري ب 475 نقطه. وهذه اول مره في التاريخ وسابقه ديال 7 دورات كتربح فيها ماركه صينيه. لجنه التحكيم فيها 15 خبير وصحفي متخصص في الطوموبيلات، جربوا 43 طوموبيل مرشحه وخرجوا لنا 7 للنهائي. المعايير اللي كيتبازاو عليها: التصميم، الاداء، التكنولوجيا والامان، والنسبه جوده الثمن والاثر البيئي. وباش نزيد نحطك في السياق، عام قبل في 2025 اللقب ربحاتو فولكسفاغن تيغوان. وشكون اللي جا الثاني وراها ديك الساعه؟ البي واي دي سيليو الهجينه الصينيه. يعني تيغوان والبي واي دي كانوا هما الواحد والجوج في 2025، وداك العام كاملين داروا مبيعات جد محترمه في المغرب. تيغوان ولات من السيارات الالمانيه الاكثر مبيعا، والبي واي دي طلعت مبيعاتها بشكل صاروخي في شي شهور باكثر من 2000%. ولكن لينكاندكو 08 ربحت اللقب والمبيعات بقات ضعيفه. في نوفمبر 2025 الماركه كامله كانت غير في المرتبه 42 في ترتيب المبيعات في المغرب. كيفاش يمكن طوموبيل تكون الاحسن في المغرب رسميا وتا واحد ما كيشريها؟ هذه هي اللغز اللي غادي نحلوه اليوم. ولكن قبل خاصنا نشوفوا واش فعلا كتستاهل اللقب. تعال نديروا ليها الفحص الكامل قطعه بقطعه. نبداو بالتصميم الخارجي والمقاسات. اول حاجه كتشد العين الوجه الامامي. هاد الطوموبيل ما عندهاش بارابولات تقليديه، عندها مدخل هوائي كبير على شكل شبه منحرف، وخط ضوء ليد كيربط بين الاعين ديالها مع سينياتور ضوئيه على 2 مستويات. تصميم مستوحى من الكونسيبت كار دو نيكست داي، وهو خدمه ديال فريق تصميم اوروبي. دابا نشوفوا السياره من الجنب
وهنا فين كيبان البروفيل ديالها، وهنا الطوموبيل كتبان الشخصيه ديالها الحقيقيه. عندنا سيلويت شبه فاست باك، السقف كيهبط بشويه اللور، وشي ناس كيقولوا عليها اس يو في شوتين بريك. ونزيدك بعض التفاصيل بحال الزجاج بلا كادر فريمليس في الابواب القدام واللور، حاجه كنلقاوها عاده في السيارات الفاخره. والمرايات بلا اطار وكتدور على كره ديال 360 درجه، وتصميم كيخليها فريده في هذه الفئه. عندك داك العمود التقني تيك توتيم في الابواب الاماميه، فيه الكاميرات والحساسات مجموعين في بلاصه واحده. من اللور شريط ليد ممتد على العرض كامل، زجاج خلفي كيسالي بشكل مدبدب، وديفيزيون رياضي. وإلا قال لك شي واحد باللي راه انها كتشبه شويه البي ام دبليو الاي اكس في الضوء الخلفي، ما غاديش يكون غلط بزاف. دابا الارقام، حيت هنا فين كتفهم الحجم الحقيقي ديال هذا الوحش. طول 4 متر و82 سنتيم، يعني اطول من التيغوان واطول من البيجو 3008. هي في نفس فئه الحجم ديال هيونداي سانتا في وكيا سورينتو. العرض متر و91 بلا مرايات، ومع المرايات كتوصل ل 2 متر فاصله 13. العلو متر 68. كاردو سول 18 سنتيم ونص على الارض، بالنسبه للطرقه المغربيه ولي غالونتيسور ولي دودان. لومباتمون المسافه بين العجلات 2 متر فاصله 84 سنتيم، وهذا الرقم حفظه مزيان حيت هو السر ديال البلاصه الداخليه. جوان 19 بوس في الفينيسيون الاساسيه، وكتوصل ل 21 بوس في الفينيسيون العاليه. الوزن 2 طن و112 كيلو فارغه، وهذا الوزن غادي نرجعوا ليه من بعد في العيوب ما تنساش. نحلوا الكوفر يغلقوا فيه 540 لتر بالمقاعد الخلفيه واقفه، وإلا طيحتي المقاعد 40 60 كتوصل 1254 لتر. طول ارضيه التحميل كيوصل تقريبا ل 179 بالمقاعد مطيحه، يعني تقدر تنعس فيه الا بغيتي. ولكن كون صريح معاك من دابا، 540 لتر في طوموبيل بحال الطول رقم عادي ماشي استثنائي. كاين منافسين قصر منها وعندهم تقريبا نفس الحجم، بحال جيلي او اكس 5 على سبيل المثال اللي دوزناها في لاشين. دخل الفيديوهات باش تشوف الفرق بيناتهم وتقدر تقارن. ندوزو دابا كيف ديما نحلوا الباب ودخل معايا للداخل. وهنا الصراحه خاصك تنسى الفكره القديمه على السيارات الصينيه. اول انطباع تصميم مينيماليست تقريبا بلا بوطونات، مواد ناعمه في اللمس، خياطه نظيفه. حتى الصحافه الاوروبيه اللي جربتها قالت بصريح العباره التجميع والفينيسيون ما عندهم ما يحسدوا عليه البريميوم الالماني. في الوسط كاينه شاشه عملاقه ديال 15.4 بوس، هي مركز التحكم في كل شيء. وقدام السائق كاينه شاشه رقميه ديال 10.2 بوس، وحسب النسخه كاين حتى افيشاج تيت هوت ضخم مالوريزمون ما داخلش المغرب. النظام فيه اتصال 5G واي فاي داخلي وتحديثات عن بعد اوتيا، يعني الطوموبيل كتطور مع الوقت بحال التليفون. غير هي هاد الاوتيا راه مازال ما مطلوقاش للمغرب لهاد السيارات. وكاين اندرويد اوتو والابل كار بلاي بلا صون فيل اللي كان ناقص في البدايه وتزاد بالتحديثات. النظام ديال الصوت هو نظام هارمان كاردن بحال اللي كيخدموا به السيارات الفخمه، 23 هوفر في النسخ العاليه، مع سماعه خاصه في مسند الراس ديال السائق باش يسمع النافيغاسيون بوحدو بلا ما يزعج الركاب، او لا يقدر يجاوب في التليفون بلا ما يديرونجيه حتى واحد. الشاحن اللاسلكي كاين فاست شارج ديال التليفون، وعندك منافذ يو اس بي القدام واللور. دابا ندوزو للكراسي، وهنا كنوصلوا لمستوى اخر. الكراسي الاماميه كهربائيه، فيها التدفئه والتبريد وفيها حتى المساج. المساج في طوموبيل بهذا الثمن. وكرسي الراكب الامامي ديال الباساجي فيه روبوز جومب، يعني مقعد بحال ديال الطياره درجه اولى. والمقاعد الخلفيه بدورها كتقدر تكون شوفونت مسخنه حتى هي، مع بلاصه ديال الرجلين خياليه واتساع كبير بفضل داك لومباتمون الطويل. كليماتيزاسيون اوتوماتيكيه متعدده المناطق، اضاءه محيطيه كتبدل على طول لابيتاكل. السقف بانورامي كبير كيعطي احساس بالفضاء والضوء للركاب كاملين. والزجاج معالج ضد الاشعه فوق البنفسجيه والحراره، حاجه اللي مهمه بزاف عندنا في المغرب مع الشمس ديال الصيف. وبما ان الزجاج الامامي والجانبي سميك ومعزول، فيه العزل الصوتي لانسونوريزاسيون كبيره من نقاط القوه ديال هذه السياره. الصحافه اللي جربتها في اوروبا وصفات الهدوء الداخلي بانه من احسن الهدوء اللي كاين في الفئه ديالها، خصوصا في الوضع الكهربائي الخالص. ندوزو لفقرة الأمان وأنظمة ليزاداس. دابا السلامة، وهنا رقم 1 كافي. 5 النجوم في اختبارات أورو إنكاب الأوروبية خداتها بالعلامة الكاملة. عندك الفرملة الأوتوماتيكية في حالة الطوارئ مع كشف الراجلين والدراجات. الريجولاتور ديال السرعة أدابتاتيف كيحافظ على المسافة مع الطوموبيل اللي قدامك بوحدو. المساعدة على البقاء في الممر، والمساعدة حتى على تغيير الممر من لي ديفينيسيون الأساسية.
كشف الزاويه الميته لونغ مور، التنبيه لحركه المرور الخلفيه، قراءه علامات التشوير، وكاميرا 360 درجه كتعطيك موديل ثلاثي الابعاد ديال الطوموبيل باش باركي بروفيسيونيل. زيد على هذا الشيء هيكل مبني على منصه سيما، نفس الفلسفه الامنه ديال فولفو، الماركه اللي بنات السمعه ديالها كامله على السلامه. ولكن عندي ملاحظه على هذه الانظمه غادي نقولها لك في العيوب، حيت ماشي كل شيء وردي. المقطع جديد غادي ندويو على المحرك والبطاريه والشحن والفي تو ال. دابا وصلنا للقلب ديال الموضوع، الموتوريزاسيون، وهنا اللين كانت كو 08 دارت ضربه ديال المعلم. النظام سميتو الاو ام بي، هجين قابل للشحن بي اش او في، ولكن ماشي بحال الهجائن اللي متعودين عليهم. المحرك بنزين 1.5 تيربو باربع سيلندرات كيعطي 137 حصان و230 نيوتن متر. المحرك الكهربائي 208 حصان 350 نيوتن متر على العجلات الاماميه. المجموع 345 حصان. في المغرب النسخه اللي كاينه هي جر امامي دو موتريس. بوابات اوتوماتيكيه دي اش تي بثلاثه سرعات مخصصه للنظام الهجين. من 0 ل 100 كديرها في 6.8 ثانيه، والسرعه القصوى 185 كم في الساعه محدوده الكترونيا، اما هي راه تقدر دير اكثر بهذا العدد الاحصنه. دابا البطاريه، وهنا فين هاد الطوموبيل كتقتل المنافسين ديالها. بطاريات NMC مسيعة 39.6 كيلووات في الساعة. باش نعطيك فكرة، أغلب الهجائن القابلة للشحن عندهم بطارية بين 10 و 20 كيلووات في الساعة. النتيجة هي 200 كيلومتر ديال لوطونومي كهربائية خالصة حسب دورة WLTP، رقم قياسي في الفئة في أوروبا. يعني إلا كنتي كتمشي للخدمة 30-40 كيلومتر في النهار غادي تشارجيها مرة في السيمانة وما تشمش ريحة المازوت. والاوتونومي الاجماليه بالخزان ملي تيكون عامر والبطاريه عامره اكثر من 1000 كيلومتر تمشي من كازا لاكادير والرجعه تقريبا بلا ما توقف. الا بغيتي تشحن السياره ديالك بالضوء في لابورن اسي كتوصل حتى ل 11 كيلووات في التريفازي. الشحنه الكامله في الدار في حوالي 4 سوايع ونص. ولكن المفاجاه الكبرى، السياره كتقبل الشحن السريع الدي سي كيوصل حتى ل 85 كيلووات، الشيء اللي كيعطيك من 10 حتى 80% كديرها في 33 دقيقه. وخاص تعرف بلي الشحن السريع في طوموبيل هجينه حاجه نادره بزاف، واغلب لي بي اش او في ما كيقبلوهش اصلا. ودابا الحاجه اللي غادي تعجب مول الكومبينغ وصحاب الشوايه اللي هي لوبسيون في تو ال فييكل تو لود. الطوموبيل كتولي جينيراتور متنقل بقوه 3300 واط عبر ادابتاتور خاص. شعل البراد، البلانشا، البروجيكتور، الحاسوب، كل شيء من بطاريه الطوموبيل وسط الغابه. ومن هنا كتجي امكانيات الفي تو في، تقدر تعاون طوموبيل كهربائيه اخرى محتاجه شحن عن طريق كابل ديال الفي تو ال لبعض الاسعافات الاوليه كهربائيه. ولكن نكون دقيق معاك، الفي تو جي اللي هو الحقن في الشبكه الكهربائيه ما كتدعموش هذه النسخه، واصلا هادشي باقي بعيد ما كاينش في المغرب. الاستهلاك ديال السياره ملي كتكون البطاريه خاويه وكيكون غير الموتور تيرميك اللي خدام حسب التجارب الاوروبيه تيكون ما بين 5 و 7 لتر في المية على طريق السيار، الشيء اللي كيبقى معقول بالنسبه للطوموبيله ديال 2 طون. السسبونسيون ديال هذه السياره ملي كتكون غاده في الطريق مائله جدا للراحه وامتصاص ممتاز للحفر، والثبات على الطريق ديال السياره ثابت جدا بفضل الوزن ولومباتمون طويل. طوموبيل ديال سفر بامتياز، ولكن راه ماشي طوموبيل سبور. في الفيراجات كاين شويه ديال الميلان، واحد الرولي كتحس به والتوجيه خفيف زياده على البعض. دوزو دابا المقطع ديال العيوب الحقيقيه اللي ما كيقولها لك حتى واحد. دابا الجزء اللي علاش جيتي، العيوب، وغادي نعطيهم لك موديل ديال الغام المغربيه. العيب الاول الوزن والمحرك ديال البنزين. الا خليت البطاريه تخوى كتولي كتجر 2 طون بمحرك ديال 1.5 لتر اللي كيولد غير 137 حصان. النتيجه حسب التجارب اداء كسول وصوت محرك مرتفع في التسارع القوي. هاد الطوموبيل خاصها تبقى دائما مشحونه باش تعطيك القيمه ديالها. العيب الثاني البواط ديال 3 سرعات، هي مزيانه في البي اش او في ولكن كتبان الحدود ديالها ملي البطاريه كتكون خاويه. العيب الثالث ما كاينش فرمله ريجينيراتيف قويه وقابله للتغيير، لا مود بريك حقيقي ولا اون بيدال، نقص غريب في طوموبيل بهذه التكنولوجيا. العيب الرابع انظمه المساعده لي زاداس كيرجعوا يتفاعلوا اوتوماتيكيا مع كل تشغيل، والبيبات ديال التنبيهات كتقدر دير لك الصداع في الراس حتى كتطفيهم يدويا مع الشاشه كل مره كتركب في السياره. العيب الخامس كل شيء محطوط في الشاشه، حيت الكليماتيزاسيون وشي مرات النظام كيتسنى شويه باش يبدا، واللي ما كيبغيش الشاشات راه غادي يتعذب.
العيب السادس الكوفر ديال 540 لتر كيبقى عادي جدا بالنسبه للطوموبيل ديال 4.82 متر. المنافسين كي قلنا قبل قصر منها وكيعطيو تقريبا نفس الشيء. العيب السابع كاينين تقارير من عند ملاك السيارات على شويه ضجيج ديال البلاستيك وكليبسات في النسخ الاولى. هادو عيوب ديال الشباب ديال الموديل حيت باقي جديد كيتصلحوا في الضمان ولكن خاصك تعرفهم. والعيب الثامن والاهم في المغرب اللي هي قيمه اعاده البيع اللي كتكون مجهوله مع ماركه جديده في السوق وحتى واحد ما يقدر يضمن لك بشحال غادي تبيعها من بعد 5 سنين، خاصه الا شريتيها بهذا الثمن ديال 40 مليون اللي هو ثمن متوسط الا ما قلناش باهظ. ندوزو دابا لخواتاتها الصغار غنمروا عليهم مرور الكرام. اللينكادكو 01 هجينه قابله للشحن ولكن لوطونومي الكهربائيه ديالها غير 75 كيلومتر والمنصه ديالها اقدم شويه نفس جيل اكس سي 40 ديال فولفو، يعني تكنولوجيا ولد الدار الكبيره ديال 08. واللينكادكو الاس 06 كتكون بنزين خالص 1.5 لتر كيعطينا 181 حصان، ماشي هجينه ماشي بي اش او في، والكفر ديالها صغير حوالي 280 لتر، يعني مدينيه اكثر منها عائليه. الخلاصه طوموبيل لينكادكو اس 08 ماشي عيانه ولكن ماشي كامله وخاص المشتري يعرف فين غادي. دابا ندوزو للغز الكبير، علاش المبيعات ضعيفه؟ نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال ديال الفيديو. احسن طوموبيل في المغرب علاش ما كتباعش؟ الجواب ماشي واحد، هما بزاف ديال الاسباب وحتى واحد فيهم ما سميتو طوموبيل خيبه. السبب الاول الثمن والفئه، 399 الف درهم. السوق المغربي 80% ديالو كيتشرى تحت 250 الف درهم. داسيا ورونو كيبيعوا اكثر من 45% ديال السوق بوحدهم، يعني الزيرويت كتلعب في ملعب صغير اصلا. السبب الثاني الماركه مازال جديده، يلا دخلات في شتنبر 2025 والمغربي مازال محافظ على فلوس ديالو، كيخلي جارو يجرب الماركه الجديده عامين عاد كيشري من وراه. تيغوان عندها 20 عام ديال الثقه وبي واي دي صرفات ملايير على الاشاره عالميا باش تدخل السوق المغربي بسهوله. لينكادكو من جهتها مازال يلاه كتعرف براسها. السبب الثالث اللي هو الشبكه والمستورد الكا اوتوموتيف المحترف راه كيسير فولفو، ولكن عدد الشورومات ونقاط الخدمه ديال لينكادكو مازال محدود مقارنه مع الماركات المزروعه في كل مدينه، والمغربي كيسول دائما فين غادي نصوبها الا طرا ليا شي مشكل او لا كنت حاصل في شي مدينه بحال ورزازات. السبب الرابع اللي هو الشحن، الطوموبيل كتعطي احسن ما عندها الا كنتي كتشارجي، ولكن الا كنتي ساكن في بارطمون ببريز غادي يخسر لك نص القيمه ديالها، والبنيه التحتيه ديال الشحن في المغرب مازال يلاه كتنمو. السبب الخامس المنافسه الصينيه براسها، المفارقه الكبيره ان اكثر عدو ديال لينكادكو هما خواتاتها الصينيين جايكو، تشيري، سو ايست، بي واي دي الى اخره. كيعطيو هجائن قابله للشحن باثمنه ارخص بكثير وباوتونومي اقل نعم، ولكن الزبون العادي راه كيشوف الثمن قبل. ولسوء الحظ ديال لينكادكو هو انه من بعد فاش خدات اللقب غتظهروا واحد السيارات اللي ما كانوا لا مشاركين في مسابقه لا والو من بعد 3 شهور وهما يزربوا ليها على داك المارشي اللي كيلعب في 40 مليون وجايين بفينيسيون بريميوم وبديزوبسيون اللي احسن من لينكادكو. هاد السيارات ديجا دوينا عليهم، هبطوا الفيديوهات وشوفوهم اللي هما الديبال اس 07 والاكزيد ار اكس، وخليو لينا في لي كومونتير شكون اللي كيبان لكم احسن. اذا واش المشكل في المستورد؟ الا دوينا على الاوراق هو ماشي السبب الرئيسي حيت عنده خبره بريميوم مع فولفو، المشكل هو معادله ديال الثمن مرتفع زائد الماركه جديده وشبكه صغيره وسوق محافظ كيعطينا مبيعات بطيئه في البدايه، وهذه كانت متوقعه. وكاينين الناس اللي كيدويو في الجروبات ديال مواقع التواصل الاجتماعي وكيتشكاو من ان المورد كيتعطل عليهم في لا ليفريزون، حيت كان واحد كان ديجا مريزيرفي الموديل وتسنى 3 شهور 4 شهور ما جاوبوش، مشى ديزيستا وريزيرفا سياره اخرى. حاولوا نلخصوا هذا الشيء كله في جمله مفيده. لينكادكو 08 هي طوموبيل سابقه الوقت ديالها في المغرب، تقنيا تستاهل اللقب، فيها 200 كيلومتر كهربائي ديال لوطونومي، شحن سريع، 5 نجوم في السلامه، تجهيزات ديال طوموبيل بضعف الثمن ديالها. تجاريا هي مازال يلاه كتقاتل الثقه وتكسب العادات وتبلاصي الشبكه ديالها بزاف ديال المدن، وهاد المعارك كتربحهم بالوقت ماشي بالكؤوس. النصيحه ديالي الا عندك فين تشارجي وكتبغي التكنولوجيا مستعد تكون من الاوائل، هذه من اقوى الصفقات في السوق نقطه بنقطه. الا كنتي كتقلب على القيمه المضمونه في اعاده البيع وشبكه الصيانه في كل بلاصه، تسنى عامين وعاود شوف. وانت واش كتشوف اللقب مستحق ولا لجنه التحكيم بالغات فيه؟ واش تشري ماركه صينيه سويديه جديده 400 الف درهم، حيت بين قوسين راه خوتها ديال فولفو تقاسم معها نفس الشاسي اللي هي الاكس سي 60 راه واصله لضعف الثمن. كتب لي الراي ديالك في الكومونتيرات، وإلا وصلتي هنا دير لايك واشترك، حيت الفيديو الجايه غادي نحاولوا نقارنوها وجها لوجه
مع تيغوان ولا البي واي دي سيليو، ولا خليو لينا شنو من المقارنات اللي بغيتو باش نحطوا لكم المعركه ديال الابطال. يلا مع السلامه، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد.